أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الطيف. قصتنا النهاردة قصة حقيقية، بس الأسماء هي اللي مش حقيقية. بطلة قصتنا النهاردة بنت عندها 17 سنة اسمها فاطمة، يتيمة الأب والأم، عايشة مع أختها الكبيرة اللي اسمها زينب. زينب بدأت تلاحظ حاجات غريبة على أختها، إن كل يوم الساعة 3 الفجر فاطمة بتصحى في عز نومها تدخل الحمام، وبدأ الموضوع يزيد عن حده بأن فاطمة كل ما تدخل الحمام تقعد جوه كتير، أوقات بالنص ساعة وساعات بالساعة. وفي الأول فاطمة كانت بتبرر إن هي بتعمل ماسكات لشعرها ووشها عشان كده بتتأخر. وفي يوم قامت فاطمة من النوم الساعة 3 الفجر، قعدت جوه الحمام حوالي ساعتين، وكل ما زينب تخبط عليها تقول لها خلاص أنا طالعة أهو. زينب سابتها ودخلت أوضتها تريح شوية وراحت عليها نومة. وبعد ساعتين صحيت زينب، لقت فاطمة لسه جوه الحمام. خبطت عليها وفاطمة ما بتردش. زينب اتخضت جدا وحاولت تفتح الباب، لقت فاطمة واقعة على الأرض عريانة وجسمها متلج وعاملة وضع الجنين ومتخشبة. جريت زينب تحاول تفوقها، فاطمة مش راضية تفوق خالص. زينب مسكتها وحاولت تجرجرها بره الحمام، وأول ما فاطمة طلعت منه جسمها كله أحمر كأنها بتتحرق. فاطمة فاقت وقعدت تصرخ جامد صرخة مرعبة، وزقت ايد زينب وقعدت تزحف عشان تدخل جوه الحمام. وساعتها جسمها رجع تاني بلونه الطبيعي ولا كأن حاجة حصل. زينب ما بقتش عارفة تعمل ايه، قررت تحاول تاني وتخرج فاطمة بره الحمام. وأول ما خرجت بره جلدها فضل يتحرق وراحت جريت تاني جوه الحمام. كده الموضوع بقى مرعب وزينب خافت، ما بقتش عارفة تعمل ايه، خاصة ان فاطمة ما بقتش تتكلم وبقت مركزة في نقطة معينة في الحمام، ما بتشيلش عينها من عليها وبتفضل تبرق وتفتح بقها بشكل مخيف جدا كأنها في عالم تاني وشايفة حاجة زينب مش شايفاها. جريت زينب على التليفون وبدأت تكلم كل اللي تعرفهم على أمل إن حد يساعدها في اللي رد عليها وفي اللي ما ردش، لأن الجو كان متأخر جدا. لحد ما في واحدة من صحابها ردت وقالت لها إن هي تعرف شيخ اسمه الشيخ محمد، بس هتكلمه الأول تستأذنه ينفع تكلمه ولا لا. وبعد ما قفلت المكالمة زينب جابت كرسي وقعدت قدام الحمام عشان أختها تبقى قصاد عينيها لحد ما راحت في النوم. وبعد شوية صحيت زينب على صوت حد بينادي عليها، ولما فتحت عينيها لقيت نفسها نايمة في أوضتها على الأرض وحواليها أجسام طويلة لونها أسود. الأجسام دي ماسكين إيد بعض وبيلفوا حواليها وبيقولوا كلام غريب زي الطلاسم كده، وشيء خفي بيرفع جسم زينب لفوق. بدأت الأجسام تلف أسرع وبدأوا يتكلموا ويقولوا الطلاسم بشكل أسرع، وكل ما يسرعوا زينب بتعلى لحد ما وصلت للسقف. فكده وشها بقى للسقف وظهرها بقى للأرض، وراح الشيء الخفي ده لف جسمها وبقى ظهرها للسقف، وشايفة من فوق الأجسام السوداء اللي فجأة وقفوا في مكانهم وتحولوا لتماثيل، وبدأت راسهم تتحرك ببطء ويبصوا عليها فوق على زينب اللي فجأة الشيء الخفي سابها وراحت وقع على وشها واترزعت في الأرض. صحيت زينب لقيت نفسها قدام الحمام ووقع على وشها، وكده معناه ان ده كان حلم. بس الفكرة ان جسمها وراسها وجعينها جدا جدا وكأن الوقعة كانت حقيقية، وده غير ان وشها وجسمها اكتشفت بعدين ان هم مليانين كدمات. بصت زينب على فاطمة في الحمام لقت باب الحمام بيترزع في وشها. حاولت زينب تقوم وهي بتتوجع وراحت تفتح الباب، لقت فاطمة بتقول لها ابعدي من هنا وبتصرخ. فعلا زينب سمعت الكلام وبعدت من قدام الحمام ودخلت الأوضة، وهوب النور قطع. ساعتها سمعت باب الحمام بيتفتح. دورت زينب على موبايلها لحد ما لقيته وفتحت الكشاف ومشيت بالراحة وهي بتقرأ قرآن في سرها. دخلت الحمام عشان تشوف أختها ما لقيتهاش، وباب الحمام اتقفل عليها. زينب حاولت تفتحه مرضيش لحد ما حست بسخونية جامدة جدا بتقرب منها، وده زاد من توترها وخلاها تحاول تفتح الباب بشكل هستيري لحد ما نجحت والباب فعلا فتح. وبعد ما خرجت زينب من الحمام لمحت فاطمة بتتحرك في الصالة وبتضحك بصوت غريب. زينب بتقرب والصوت بيعلى، بتبص زينب ما لقيتش فاطمة لحد ما لقيت فاطمة قدامها وبتصرخ في وشها. النور جه، بتبص زينب ما لقيتش فاطمة. جريت زينب على الحمام لقيت الحمام بابه مقفول وفاطمة لسه جوه. راحت زينب على المطبخ اتوضت وبعدين صلت وجابت المصحف وقعدت تقرا فيه، وراحت متصله بصاحبتها صفاء ما ردتش عليها لان الساعه كانت حوالي 6 الصبح واكيد نايمه. وبعد ما قفلت زينب لقيت فاطمه طالعه من الحمام مبتسمه وبتقول لها مالك يا زينب، ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ ما استنتش رد زينب ومشيت بشكل آلي لحد ما وصلت لسريرها وطلعت عليه ونام. قربت زينب منها وحضنتها وبستها وفضلت جنبها وهي بتعيط بصوت مكتوم من كتر خوفها على فاطمه لحد ما زينب راحت هي كمان في النوم. وبعد شويه صحيت زينب على صوت رنة التليفون. صاحبتها صفاء بتقول لها ان هي حكت للشيخ وانه جاي لكم بكره
عشان للأسف هو مسافر. زينب اتضايقت جدا، ما قدامهاش حل غير اللي هي تستنى. اليوم عدى بسلام ومفيش أي حاجة حصلت لفاطمة. وبالليل أخدت زينب أختها في حضنها، والساعة 3 الفجر للأسف اتعادت المأساة تاني. صحيت زينب لقت فاطمة في الحمام، ونفس السيناريو بيتعاد مرة تانية، بس المرة دي فاطمة اتحبست جوه الحمام، وباب الحمام مش راضي يتفتح خالص. ولما حاولت زينب تجيب شاكوش وتكسر الباب، فاطمة قعدت تصرخ جامد وتقول لها ما تخليهوش يجي. وفجأة صوت فاطمة تخن وقالت هتموت هتموت. زينب ساعتها شكت ان هما بيعملوا كده لما عرفوا ان في شيخ جاي، وده معناه ان الجن حس بالخوف، عشان كده بيعملوا في فاطمة كده. بس للأسف ما حصلش، وفضلت فاطمة محبوسة في الحمام لحد ما الشيخ محمد وزوجته اللي رجعوا من السفر عليهم راحوا لهم الساعة 9 الصبح. وراح الشيخ قدام باب الحمام ولمس الباب، فالباب اتفتح لوحده وادى الباب ظهره، وفاطمة واقعة في الحمام عريانة زي ما شافتها زينب اليوم اللي قبله بالظبط. ولسه زينب بتجري عليها، الشيخ محمد شاور لها اللي هي تفضل واقفة في مكانها، وقعد يشاور وهو بره الحمام كأنه بيتكلم مع حد جوه الحمام، بس وهو مدي الحمام ظهره. والشيخ محمد بيأمر حد جوه اللي هو يمشي. فاطمة فضلت تتشنج كأن عندها صرع، ده غير جلدها اللي بدأ لونه يتغير. بدأت نبرة الشيخ محمد تبقى تحذيرية أكتر، وصوته ابتدى يعلى ويتعصب أكتر. بدأ يقرأ قرآن وفاطمة بتتشنج أكتر. الشيخ طلب من زينب اللي هي تعمل طبق فيه مية بملح خشن. وبعد ما الجلسة قعدت حوالي ساعتين، قدرت زينب ومرات الشيخ محمد يطلعوا فاطمة من الحمام ويودوها أوضتها ترتاح. وبعدين دخل رش في كل أركان الحمام المية بالملح، وقرر اللي هو يسيب فاطمة ترتاح شوية وبعدين يكمل الجلسة. زينب دخلت على الشيخ محمد عشان تفهم ايه اللي بيحصل لاختها. رد الشيخ وهو حزين جدا ومحرج من الكلام اللي هو هيقوله، وقال لها اللي هو راكبها كذا جن، مش جن واحد بس، وان هم عايزينها تفضل جوه الحمام وما تخرجش منه، لان فاطمة بتعمل حاجات مش كويسة جوه الحمام وبتتفرج على افلام وبتكلم شباب فيديو كول وهي ما علينا. زينب قطعته وما خلتهوش يكمل كلامه وانهارت، لان هي فجأة حست ان في فجوة كبيرة قوي بينها وبين اختها، وان فاطمة في كارثة كبيرة فعلا. الشيخ محمد قعد يهديها ويقول لها كله هيتحل باذن الله، وقال لها ان بعد ما فاطمة تبقى كويسة مش هيسيبهم هو ومراته. واخد وعد من زينب انها ما تتكلمش مع فاطمة في اي حاجة لحد ما تخلص علاج. كمل جلسته مع فاطمة وقال لهم بعدين اللي هو هيسيب مراته ويمشي ويجي لهم بكرة يكمل باقي الجلسات. مراته فضلت تتكلم مع فاطمة وطلبت منها ان هي تقوم تتوضى هي وزينب عشان يصلوا مع بعض. وفضلت مرات الشيخ محمد تحكي لفاطمة عن الدين اكتر، وطلبت منها كمان يقروا في المصحف مع بعض شوية. والايام بتعدي وفاطمة بتتحسن وبتقرب من ربنا اكتر، والشيخ محمد بيجي لهم كل يوم يعمل جلسة عليها. وفي الناحية التانية مرات الشيخ محمد قاعدة معاهم بتساندهم لحد ما فاطمة بقت كويسة جدا. وهنا بقى قررت مرات الشيخ محمد تمشي مع الشيخ بعد ما أعلن إن خلاص فاطمة بقت زي الفل ومش محتاجة أي جلسات تانية، وقعدت توصيها على الأذكار وإنها تداوم مع الصلاة وقراءة سورة البقرة. وودعوهم ومشيوا. بعد ما مشيوا فاطمة راحت لزينب وقعدت تعيط لها وتعتذر لها كتير جدا عن الحاجات الوحشة اللي عملتها واللي هي ندمانة، ووعدتها اللي هي مش هتخذلها ابدا. زينب قالت لها ان اهم حاجه ان ربنا هو اللي يسامحك مش انا، وان كلنا بنعمل ذنوب ومحدش معصوم من الخطا، بس اهم حاجه نتوب فعلا وما نكررش الغلط تاني. وفعلا فاطمه اتغيرت للاحسن وبقت واحده تانية خالص. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبك محتوى الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو اي حد من صحابك بيخاف ما تنساش تعمل له منشن تحت. استنوني في حلقه جديده من برنامج الطيف.